تخيل معايا واحد كان بيكتب الوحي بإيده وبقى أول ملك في تاريخ الإسلام. الناس اختلفت عليه، فيه اللي بيقول صحابي عظيم وفيه اللي شايفه سبب كل فتنة حصلت بعد كده. بس الحقيقة ولا ده صح ولا ده صح. في قصة تانية أعمق، أخطر وأغرب مما تتخيل. النهاردة هيتكلم عن معاوية بن أبي سفيان، الراجل اللي غير شكل الخلافة وساب وراه دولة وجدل لسه شغال لحد النهاردة. معاوية اتولد في مكة من عائلة مش بسيطة، دي بني أمية، عائلة مليانة نفوذ، مال وسيطرة. وأبوه أبو سفيان كان من الكبار أوي في قريش، واحد من اللي وقفوا قدام النبي في البداية بكل قوته. وأمه هند بنت عتبة، الست اللي قصتها في غزوة أحد كانت حديث الناس كلها. يعني من الآخر معاوية اتربى وسط نار السياسة والدهاء، بس كان مختلف، هادي، عينه بتلمع وهو ساكت، دايما بيراقب، عكس أخوه يزيد اللي كان صدامي مندفع ودايما عايز يدخل في خناقة على طول. ويوم فتح مكة حصل تغيير. معاوية دخل الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم شاف فيه حاجة، ما كانش مجرد تابع، لا ده عينه كاتب وحي. تخيل معاوية كان بيكتب آيات القرآن بإيده، مهمة مش سهلة مش لأي حد. بعض الصحابة استغربوا، بس النبي شاف فيه دقة وسرعة بديهة وذكاء حاد. من اللحظة دي معاوية بدأ يبان على الساحة، لكن كان دايما ساكت، مش بيظهر نفسه، بيفكر 1000 مرة قبل ما يتحرك. الفرصة الكبيرة جت في عهد عمر بن الخطاب. أخوه يزيد اللي كان والي الشام توفي، وعمر اختار معاوية يبقى الولي الجديد. ليه؟ لأن الشام كانت على حدود الروم، وكان لازم حد سياسي فاهم وبيعرف يلعبها صح. ومعاوية أثبت إنه الشخص المناسب، كون جيش قوي، نظم الإدارة، وبدأت الناس في الشام تشوفه كأنه خليفة. بقى ليه شعبية، نفوذ، وولاء ناس كتير قوي. لكن بعد كده الدنيا ولعت. في عهد عثمان بن عفان الفتنة بدأت تقرب، ومعاوية كان دايما واقف في صف عثمان بيدافع عنه بكل قوته. ولما عثمان اتقتل الدنيا انقلبت. معاوية قال مش هبايع علي بن أبي طالب غير لما القتلة يتحاسبوا، وعلي رفض التأجيل، وده خلى معاوية يرفض البيعة. وبدأ الصدام الكبير، معركة صفين، أول حرب بين المسلمين ضد بعض، واللي حصل فيها ولا حد كسب، الكل خسران، انتهت بتحكيم. بس بدل ما تحل المشكلة زادت الفتنة أكتر وأكتر. بعد استشهاد علي، الحسن بن علي استلم الخلافة. بس الحسن كان عارف إن القتال هيضيع الأمة، فاختار إنه يسلم الحكم لمعاوية بشرط يرجعها شورى بعده. وبكده معاوية بقى أول ملك في الإسلام، وبدأ عصر الدولة الأموية. وهنا بدأ يبان الوش التاني من معاوية. بنى بحرية إسلامية قوية، ضم أماكن جديدة للإسلام زي قبرص، نظم دواوين، عمل نظام بريد، خلى الدولة تمشي بنظام لأول مرة، حافظ على الأمن الداخلي ولم شتات الأمة بعد سنين من الدم والانقسام. بس في حاجة عملها قلبت الدنيا عليه، عين ابن يزيد ولي للعهد، أول مرة في تاريخ المسلمين الحكم يبقى وراثي. ودي مهد لمعركة كربلاء واستشهاد الحسين بن علي. وهنا الناس بدأت تنقسم، في اللي شايفه سياسي عبقري، وفي اللي شايفه هو اللي بدأ سكة الاستبداد. في سنة 60 هجرية معاوية مات عن 78 سنة، ساب دولة قوية بس مليانة جراح، ومع إن جسده راح اسمه لسه بيولع عن النقاش لحد النهاردة. معاوية بن أبي سفيان مش شيطان زي ما الناس بتصوره، ولا ملاك زي ما الناس تانية بتمجده. هو إنسان ذكي جدا، سياسي بيعرف يقرأ الموقف قبل ما يحصل. بس خطوته فتحت أبواب لصراعات لسه بتأثر فينا لحد دلوقتي. والتاريخ عمره ما بيكون أبيض أو أسود. اسمع، اقرأ، شغل عقلك، وبعدها احكم بنفسك. لو القصة دي عجبتك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتات تحب اتكلم الحلقة الجاية عن مين، الحسين ولا يزيد ولا عبد الملك بن مروان. انا مستنيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.